النهاردة هنكلمكم عن مباراة الزمالك وبيراميدز. الزمالك بيتعادل 0-0 ويبقى في المركز الخامس. نادي الزمالك بيتعادل 0-0 ويبقى في المركز الخامس. نادي بيراميدز لعب مباراة حلوة جدا، كان أداؤه الدفاعي حلو جدا عن طريق أسامة جلال، عن طريق محمد حمدي، عن طريق أحمد فتحي، علي جبر، وكان دونجا في نص الملعب للبيراميدز، ومصطفى فتحي وعبد الله السعيد عاملين شغل. نادي الزمالك لعب وحش جدا. سيف الدين الجزيري، طبعا معانا واحد تاني هو احمد سيد زيزو، كان متألق الفترة الأخيرة. زيزو والجزيري الماتش ده لم يقدموا المطلوب منهم. مفيش غير مصطفى شلبي اللي كان بيحاول يعمل حاجة على المرمى. يعني نجم الزمالك كان مصطفى شلبي، وبين حج وناصر منسي نزلوا في الشوط الثاني علشان يحدثوا الفارق، بس ما حدثوش الفارق. المباراة كانت وحشة جدا، وأداء لعيبة الزمالك وأداء لعيبة بيراميدز كانوا هما الاتنين أداء زفت. مفيش غير يمكن مصطفى شلبي ومصطفى فتحي في الناحية التانية البيراميدز. مصطفى فتحي كان لاعب حلو، وطبعا غير أسامة جلال وعبد الله السعيد وعلي جبر، محمد حمدي في الدفاعات، ودونجا بيراميدز. بيراميدز كانت أقوى وأحسن، وتعادلت سلبيا مع الزمالك وعطلت نادي الزمالك وعطلت نفسها، وبيراميدز بيعطل نفسه علشان الأهلي يفرض صدارة الدوري في يفضل على صدارة الدوري، في حين ان الاسماعيلي وفيوتشر يتعادلوا، وفيوتشر تتعثر وتتعادل قدام الاسماعيلي، عشان فيوتشر ما تاخدش المركز الثاني، عشان فيوتشر ما تاخدش المركز الاول من النادي الاهلي وتاخد المركز الثاني، والاهلي يبقى في الصدارة. شكرا.